طبعا مميز جدا بالقدم اليسرى، والكرات كلها اللي بتيجي على يمين منطقه الجزاء بتحتاج لعيب اشول عشان يلعبها زي ما لعبها عبد الشافي كده، تعمل السويرف كده او الكيرف جوه منطقه الجزاء، تعمل الواو وتروح ناحيه المرمى، وعملت كده فعلا، والشناوي طار عليها والتحم معاه لعيب الزمالك لكن واقع لسه. الله يلعب كره اماميه على طول، احمد جعفر يلمسها كده وخطيره، انما ضعيفه. اللعيب بيلعبها مستريح، بيمرجح رجليه بشكل اكتر راحه. ادي الكره ملعوبه فعلا جوه المنطقه في منتهى الخطوره، والشناوي وتاني يا ولسه فيها خطوره. 3 كرات 3 فرص في لعبه واحده، يا انما الشناوي ترتد منه وتروح على طول، وتسديده من عبد الشافي تطلع خارج الملعب بره اوت. يا على الفرصه. ادي احمد عيد والشناوي ترتد منه، ما ابتدى التشكيله، وادي الكره البينيه حلوه، واحمد سمير جول وحلوه. يا الشناوي ينقذ جول 100%. دخل في العمق المره دي وعملها حلوه، ومش ممكن. الشناوي نجم المباراه الاول حتى الان. يا لعمر جابر، لعبد الشافي ممكن بيمينه انما قطم بشماله. يا ولد يا عمر يا جابر، يا ولد يا عمر يا جابر، ويا ولد اكتر للشناوي. مش ممكن الفورمه اللي فيها الشناوي النهارده، نجم المباراه الاول حتى الان، بنلعب في الدقيقه 30، نجم المباراه الاول مفيش كلام. 4 أهداف محققه بينقذها النادي الزمالك النهارده. يا تاني خطيره ومن جوه المنطقه، انما يطير الشناوي. مش ممكن النهارده اخطبوط الشناوي كما لو كان له 30 ايد. العمق الهجومي مش بس من الجنب الشمال. ادي عمر جابر وعدى وممكن ينفرد، عمر مش ممكن. يا سلام، مش ممكن هذا المستوى من الاداء، مش ممكن هذا المستوى الاداء من الشناوي النهارده. اي حارس مرمى في الدنيا يبعد عن الملعب لازم مستواه يتاثر، لكن شوفوا الشناوي في الملعب، في نص الملعب. نور السيد تسديده حلوه.